دي اللقطة النهاردة اللي مولعة الفيسبوك وتويتر، مواقع التداول الاجتماعي شن حملة شعواء وساخنة، والحقيقة أنها على حق ومبررة جدا ضد الإعلامي الزميل أحمد منصور اللي بيشتغل في قناة الجزيرة القطرية. مش عارف لعنة قناة الجزيرة دي هتحل عننا إمتى. بس الحقيقة الكلام المرة دي مش عن قناة الجزيرة، كلام عن أحمد، لأن اللي عمله أحمد ما عملوش على شاشة قناة الجزيرة، عمله على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. عمل ايه احمد منصور؟ وانا اسف الحقيقه ان هو يكون عمل كده، بس ما باليد حيله، وده منشور وموثق وفي موقع الوطن الالكتروني كمان. والغريب ان جورنال الوطن احمد منصور بيكتب فيه مقالات بصفه منتظمه ودوريه، فلما جورنال الوطن هو اللي يكتب كده يعني شهد شاهد من اهلها. المهم احمد منصور حاطط الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم لمواطن بيحترق، مواطن بيولع، وكاتب ايه بقى على التغريده؟ كاتب ان هكذا، اسمعوا كلام بدقه، هكذا يفعل السيسي بابناء مصر، لعنه الله على السيسي ولعنه الملائكه ولعنه الناس اجمعين عليه. الحقيقه لما حط احمد منصور الصوره دي على التويتر، طبعا الاخوان المسلمين واصحاب الاهواء واصحاب الاغراض التقطوها وابتدوا يستعملوها ويستخدموها ويستغلوها أسوأ استغلال، على أساس أن الجيش المصري والسيسي بيقمع أبنائه، بيحرق أبنائه، بيقسو على أبنائه، بيقتل أبنائه. ثم لما بحثنا اكتشفنا أن هذه الصورة صورة تعود لمواطن بالفعل يحترق، لكن في جنوب أفريقيا، وسنة 98 أثناء الاعتصامات والعنف والإضرابات والمظاهرات اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا، وتم فضها بالقوة وكذا. الحقيقة يعني أنا ما بحبش أتكلم عن زملاء، وما بحبش أتكلم عن ناس وهم مش موجودين، لكن إحنا قدرنا إن إحنا نتكلم طالما أحمد منصور ده شخصية عامة وبيمارس العمل العام، فهو بيجبرنا على إن إحنا نتكلم عنه. أنا عارف إن أحمد منصور من زمان له انتماءات كثيرة، وكان كثيرا بيسيء لمصر من على منبر اللي هو بيشتغل عليه في قناة الجزيرة، لكن لم أكن أتصور للحظة انه يتخلى عن مصداقيته ويتخلى عن مهنيته ويتخلى عن مبادئه واخلاقه ويكذب. ده كذب بين، ده تلفيق واضح، يعني مش رايه وانا مختلف معاه، ده كذب، ده تلفيق. ان انا اجيب صوره من حته تانية واقول دي موجوده في مصر في اليومين دول، ده كذب، ده تزوير، تزوير في صور رسميه، تزوير في احداث رسميه، عايز يوصل منها للمصريين المغسول دماغهم وللعالم ان في فعلا انقلاب عسكري، وان الجيش بيقتل شعبه وبيحرق شعبه و انا كنت متخيل الحقيقه ان ربما الدولارات القطريه والدولارات بتاعت قناه الجزيره تخلي الناس اللي بيشتغلوا وعلى شاشه الجزيره يقولوا الكلام اللي اسيادهم عايزينه في قناه الجزيره. لكن واضح ان الدولارات القطريه سرها باتع، بتمتد حتى من العمل على الشاشه الى الاراء الشخصيه اللي بتطلع على الحساب الشخصي على تويتر. أنا مش عايز أتكلم كتير، ويكفيه جدا الهجوم، مش عايز أسميه الضاري، يعني الهجوم الوحشي اللي بيتلقاه دلوقتي على مواقع التواصل. وطبعا انتوا عارفين مواقع التواصل ما فيهاش كنترول قوي، فالشتيمة بقى للدجى. احنا بنقول طول الوقت أن الوطنية والانتماء وكلمة مصري مش مجرد 4 حروف مكتوبة في خانة الجنسية في البطاقة. كلمة مصري والانتماء دي فعل وممارسة، فلما افعالك تبقى كده انا اسف تجعلني اشك جدا في ال4 حروف المكتوبين في البطاقه. لكن له رب يحميه لعله يهتدي.